الموضوع ببساطة إنك تقدر تنسخ أي حاجة عندك في بيتك وفي مكانك بأقل تكاليف وأقل إمكانيات. اللي قدام مننا ده برواز جاي لنا من الصين. صليتوا على النبي؟ يا ريت الناس تصلي على النبي. شلنا كل الإكسسوار اللي على البرواز كله، تنظفه كله. اي حاجة انا اخليك تنسخ عليها وشد حيلك وبيع، بس يا ريت الناس تعمل لنا مشاركة وشير، عشان خاطر هي مشاركة، هي شير، عشان الناس تستفيد. طبعا جبنا الربر وجبنا المصلب، وهندي اول طبقة للبرواز. طبعا غرزنا نص البرواز في نص الطين الصلصال، وعملنا له بنوز منه ومنه عشان خاطر يبقى عاشق ومعشوق في الوش التاني اللي احنا هنعملوه مع بعض. جبنا البلور عشان خاطر ما فيش اي فقاعة هواء، وجبنا الشاش. الناس اللي سألتني الشاش بيجي منين، من الصيدلية ابو عمو. ادينا الشقة التانية عشان خاطر الشاش يتغطى بالربر. وجبنا الياف الفايبر عشان بتعمل جراب، عشان يحافظ على القالب بتاعك ويعيش معك سنين. ده بولستر مع سبداج. بندربهم مع بعض كويس لغاية ما يتمزجوا مع بعض، وبعدين بنجيب الكوبالت، واخر حاجة بنحطوها المصلب. المواد دي كلها بتسأل عليها عند بتاع مواد البني. ما اقدرش اقول لك على تاجر معين عشان كل التجار كله ماسك كذا سعر يعني. عملنا الشقة التانية طبعا من الربر ومن وشقة الجراب التاني. بنشيل الروايش مع بعض واحدة واحدة. ممكن انت معاك حاجة برضو عزيزة عليك واتكسرت، عايز تعمل عليها نسخة. مش تحت شرط، انا بديك فكرة مشروع. خلينا بالبريل البنوز، وخلينا بالبريل البرواز، نص البرواز التاني. جبنا الربر وجبنا المصلب بتاعه وخلطناهم مع بعض. بندي أول طبقة، وأول طبقة لازم تكون بحرص وحاجة قليلة بسيطة عشان خاطر تجيب أي غلطة ما تظهرش في القالب بتاعك. جبنا طبعا الشاش وحطيناه. بنجيب الشقة التانية عشان خاطر نغطي بيها الشاش. رابر ومصلب. انا بماشي معاكم خطوة بخطوة عشان كله يستفيد. برضو تابعوا معاي. هنلون التحفة نفسها اللي احنا هنسخوها دي، هنلونوها وبعون الله هتطلع احسن من الصين بكتير. جبنا طبعا نفس اللي احنا عملناه في الاول بنعمله في الطبقة التاني. فكرة مشروع ممتازة. يعني أي حاجة بتجيلك من الصين اعمل أنت منها وبيع. خليك أنت اعتمد على نفسك. بنشيل الروايش. خلاص عملنا الطبقتين. شوف بقى أنا هوريك حاجة. البريل اللي احنا خلينا بيه بيخليك بسهولة تطلع الاسطمبة بتاعتك. طلعنا الاسطمبة زي ما انتم شايفين حضراتكم. ولو عايز تختصر المشوار ده كله ممكن تشتري القالب من خلال رسائل الصفحة أو من خلال الرقم اللي هيظهر قدامك على الشاشة دي. قفلنا القالب بتاعنا وطلعنا البرواز اللي هو التجليد. خلاص احنا هنعمل الأصل إن شاء الله. جبنا الكاوتشة بتاعت عجلة جوانية ولفينا القالب بتاعنا. ده جبس، عارفين كلنا الجبس. الشكارة هتعمل معاك كام برواز يا ابو عمو؟ الله يسهلنا ويسهل لك. شد حيلك واطلع وبيع. دربنا الجبس ودخلناه جوه البرواز وغرزنا بالمعلقة من جوه كويس عشان خاطر البرواز ما يطلعش فيه غلطة. يعني وشد حيلك. واخواتنا يا ريت مشاركة، وصلي على النبي في الكومنتات وكلمة حلوة منك عشان خاطر تشجعنا. ولو مش عامل اشتراك في القناة يا ريت تعمل اشتراك ان شاء الله عشان كله يستفاد. جبنا البرواز. انا جبت اللون الاسود لانه الاسود طبعا سيد الالوان. جبنا الذهبي وعملنا بيه اسم محمد والورديتين. جبنا الاي شادو. الاي شادو دي احنا اول حاجة دهنا الحروف بال بالورنيش عشان اللي هو بيصغي، لانه الاي شادو هيظهر على الحروف اكتر. عايزين نحل بقى اللي احنا جبناه. رحنا محل اكسسوار وجبنا الورد دي زي ما انتم شايفين حضراتكم. البرواز يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. شجعونا بمشاركة. وطبعا احنا مش عايزين خلاص الصين، احنا نعملوا اي حاجة. مش تحت شرط. هي فكرة بسيطة بس لو دورت عليها هتلاقي نفسك بتستورد بمليارات الدولارات حاجات يعني ملهاش عازة. هي بنستخدموها نحن وبنشتروها نحن. طب احنا ليه كمستهلكين ليه احنا ما نبقوش منتجين؟
الدور عليك انت. انت تساعد، انت تبني اقتصاد بلدك. ما تتكلش على حد يبني لك، انت ابني بنفسك، ساعد. شايف فلان بيبني، انت ابني معاه. عشان تفتخر. البلاد كلها بتطلع بالصناعة. السلام عليكم.